وبدأت منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، وبدأ الأهلي رحلة الدفاع عن الأميرة الأفريقية بمباراة الأهلي واستاد أبيجان اللي اتلعبت النهارده في استاد القاهرة. مباراة عجيبة أداها الأهلي النهارده، يعني لما تيجي تقيم أداء الفريق ما تبقاش عارف تقول الفريق النهارده كان كويس ولا لا، لأن لما تيجي تقيم الفريق بتقيمه كوحدة واحدة مش بس الهجوم. النهارده الأهلي على مستوى الهجوم كان ممتاز، سجل 4 أهداف وخلق فرص كتير كان ممكن يزود بيها النتيجة، ولكن على مستوى الدفاع ظهر دفاع الأهلي النهارده بأداء سيء وغير مبرر. يعني مباراة سهلة ومنافس على قده، ولكن برغم من كده شفنا أداء دفاع الأهلي المهزوز، وشفنا استاد أبيجان بيسجل هدفين وبيضيع أكتر من هدف غيرهم. الأهلي اللي فاز بدوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية واستقبل شباكه طول البطولة هدف واحد فقط، وعمل كمان 10 مباريات كلين شيت، بيستقبل النهارده في شباكه هدفين وكمان من فريق ضعيف. مستوى دفاعي مش مقبول خالص الحقيقة، خصوصا ان انت بتلعب بمدافعينك الأساسيين سواء ياسر إبراهيم أو رامي ربيعة، وهنا لازم تدخل كولر السريع لمعالجة الأخطاء الدفاعية الساذجة اللي ظهرت النهارده، خصوصا ان انت داخل الفترة الجاية على ماتشات مهمة واهمهم هو نصف نهائي الانتركونتيننتال، المباراة اللي هتتلعب يوم 14 ديسمبر في قطر ان شاء الله في استاد 974. فنتمنى من كولر ومدافعين الأهلي تدارك الأخطاء قبل المباراة المهمة دي. وبالنسبة لأحداث اللقاء، بدأ كولر النهارده بخط وسط مختلف تماما عن لعب ماتش الاتحاد المباراة الماضية في الدوري، فشفناه بدأ النهارده بمروان عطية وأكرم توفيق وقفشة بدلا من السولية وأمام عاشور وكوكا اللي لعبوا مباراة الاتحاد. والحقيقة لازم نحيي قفشة اللي شفنا تأثيره الكبير على أداء الفريق النهارده، بيتحكم في رتم الفريق وبيلعب خط الهجوم بالكامل، بيوصل الفريق لمرمى الخصوم بأقل عدد تمريراته بكل سهولة. كمان شفناه النهارده بيسجل هدف وبيصنع هدف كمان. ومن النقاط الإيجابية اللي شفناها في لقاء النهارده هو تألق الفولت العالي كهربا اللي شفناه النهارده بيسجل هدفين وبيصنع كمان اسيست. أداء كهربا رجعنا النهارده لأداء كهربا العالي اللي كان بيقدمه من سنتين، ونتمنى ان كهربا يكمل على هذا المستوى عشان نشوف هجوم الأهلي في أقوى صوره بوجود وسام أبو علي وكمان وجود الفولت العالي كهربا اللي افتتح اهداف الاهلي النهارده في الدقيقه 14 من انهاء رائع لعرضيه قفشه المتقنه اللي عملها بعد مراوغ دفاع استاد ابيجان، وبيقابلها كهربا على الطاير وبيسجل هدف جميل. وبعدها بينفذ لاعبي الاهلي تعليمات كولر ليهم اللي اداها لهم بعد ماتش الاتحاد، واللي اكد عليهم ان انت لما تجيب هدف لازم تغطيه بهدف تاني وبسرعه. التعليمات دي اللي طبقها لاعبي الاهلي النهارده في الدقيقه 21 1-2 جميل بين قفشه وطاهر عشان توصل الكره لقفشه اللي بيسددها بطريقه رائعه على يسار حارس استاد أبيجان ويعلن عن هدف الثاني للنادي الأهلي. وبعدها بيشارك الشحات في حفلة الأهداف وبيسجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 26 من تيكي تاكا أهلاوية داخل منطقة جزاء استاد أبيجان، بتوصل الكرة للشحات اللي بيحطها بسهولة في مرمى استاد أبيجان. كل جماهير الاهلي قالت خلاص الماتش خلص بسهوله لصالح الفريق، ف3 اهداف في 26 دقيقه كافلين ان هم يخلصوا الماتش لصالح الاهلي. ومنهم اللي طالب بابعد من كده ان هو يشوف اللعيبه اللي مش بتشارك كتير في المباريات زي رضا سليم وعمر الساعي بين الشوطين، ولكن ان الاحساس ده يوصل للجماهير فهو امر عادي. في النهايه الجماهير مش هتنزل تشارك في ارض الملعب، ولكن ان الاحساس ده يوصل للاعبين هي دي المشكله الكبيره، وهو ده اللي شفناه بعد الهدف الثالث للاهلي. فشفنا تهاون من لاعبي النادي الاهلي واستسهال للقاء، عشان في الدقيقه 30 بيستغل التهاون ده لاعبي استاد ابيجان وبيسجلوا الهدف الاول من ضربه راسيه قويه وسوء تغطيه من دفاع الاهلي وخصوصا ياسر ابراهيم اللي سبقوا المهاجم وحط الكره في المرمى في كره لا يسأل عنها الشناوي. وبعد هدف استاد ابيجان ب5 دقائق بيواصل قفشه توزيع الهدايا وبيعمل بينيه رائعه ليحيى عطيه الله في الدقيقه 35 اللي عمل اسيست اكتر من رائع لكهربا، ولكن كهربا بيرفض الهديه وبيحط الكره بغرابه بره المرمى الخالي. وبينتهي الشوط الاول بنتيجه 3-1 لصالح الاهلي، وبيبدا الشوط الثاني وبعد بدايه الشوط ب4 دقائق فقط بيسجل كهربا الهدف الثاني ليه والرابع للاهلي في الدقيقه 49 من مقصيه رائعه، وكأن كهربا بيقول انا بسجل الصعب وبيرفض الاهداف السهله. هدف جميل من كهربا وفي شبه كبير من الهدف الاول اللي سجله في اللقاء، واخيرا بنشوف كهربا بيرجع لمستواه وبيرجع للتهديف مش بس بهدف واحد لا كمان بهدفين. وبيرجع لاعبي الاهلي وخصوصا المدافعين لفصولهم البايخه، وكأن صعبان عليهم ان الفريق يطلع بفارق اهداف مريح النهارده. وترجمه للاداء الدفاعي المهزوز اللي قلنا عليه من شويه، بينجح فريق استاد ابيجان في احراز الهدف الثاني ليهم في الدقيقه 55، وزي ما غلط ياسر ابراهيم في واحده في الشوط الاول بيغلط رامي ربيعه في واحده في الشوط الثاني، وبيسيب لاعب استاد ابيجان يطلع ويلعب الكره براحته عشان تروح لمهاجم الفريق اللي بيسجلها بمنتهى السهوله في مرمى النادي الاهلي. والحقيقه ان هدفين يجوا في مرمى النادي الاهلي من فريق ضعيف زي ده دي علامه استفهام كبيره.
كبيره. وما اكتفاش فريق استاد ابيجان بالهدفين، لا كان ممكن يسجلوا اكتر من كده وشفناهم شكلوا خطوره على مرمى الشناوي، ولكن سوء التوفيق حال دون ان هم يسجلوا الهدف الثالث. في الدقيقه المفضله لكولر للتبديل وهي الدقيقه 75 عمل 3 تبديلات بخروج الشحات وقفشه وكهربا ونزول رضا سليم وبيرسي تاو وكوكا. طبعا نزول رضا سليم وتاو اكيد في محاوله منه ان هو يديهم الفرصه وينشط الفريق. كمان كان نزول كوكا مكان قفشه لزياده الضغط الدفاعي في وسط الملعب عشان كمان يقلل الكرات اللي بتوصل لدفاع الاهلي المهزوز النهارده. ومن الحاجات الإيجابية اللي شفناها في ماتش النهاردة هي مشاركة كريم الدبيس لأول مرة من فترة كبيرة جدا، كمان مشاركة عمر الساعي اللي نزلوا في الدقيقة 83، ودي حاجة إيجابية من كولر لأن أنت لازم تحسس كل عناصر الفريق إنها مش بعيدة عن المشاركة وإن أنت ممكن تستعين بيهم في أي وقت. بيخلص اللقاء بنتيجة 4-2 لصالح الأهلي، وبيسجل الأهلي أول فوز وأول 3 نقاط في دوري المجموعات وأول خطوة في استعادة لقب الأميرة الأفريقية. الأهلي بفوزه النهارده بيحقق رقم قياسي جديد كأطول سلسلة لا هزيمة لفريق في دوري أبطال أفريقيا اللي وصلها للأهلي النهارده برصيد 25 مباراة. نتمنى التوفيق للأهلي وكل الأندية المصرية في مشاركاتها الأفريقية، وإن شاء الله زي السنة اللي فاتت نلاقي بطل دوري أبطال أفريقيا وبطل الكونفدرالية من مصر بإذن الله. كده تغطيتنا للقاء الاهلي النهارده انتهت وحلقتنا خلصت. نتمنى ان شاء الله تكون الحلقه حازت على اعجاب حضراتكم، ولو ان شاء الله ده حصل نتمنى دعمكم بالاشتراك في القناه واللايك والشير للفيديو عشان يوصل لاكبر قدر من المتابعين. اراكم على الف خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.